عليكم مشاهدي الكرام، تحياتي لكم من ريماش شانل. نتمنى تكونوا في احسن احوالكم. متابعي الكرام، في هذا الفيديو جيت نزف لكم واحد الخبر واحد الخبر واعر بزاف، واحد الخبر ما دايرش، واحد الخبر صراحة من كثرة الصدمة شداتني واحد الكريز ديال الفوغيق. بقيت نضحك. اش كاين يا اختي؟ كنا جالسين يا خوتي، كنا جالسين ما بينا ما علينا، حتى قال لك سيدي سعيدة شرف غادي تدخل الميدان التمثيل. اييه اخوتي واخواتاتي، سمعتوا مزيان، ميدان التمثيل. وهذا الشيء تكتب في واحد الجريده مغربيه رسميه اللي الاسم ديالها 24. واش الفنانه دنيا باطمه تدخل التمثيل وهي ما تدخلش؟ واش نتوما حماقيتو؟ واش واش هي دارت عمليه التجميل باش تولي كتشبه ليها وما تدخلش التمثيل؟ قال لك اللي بغاتو غنوا بغات اللي شافته غنوا بغات منه. شاف الدنيا باطمه غنات بغات تغني، شاف الدنيا باطمه مثلات بغات تمثل، شاف الدنيا. القصه ولا السوجي ديال الموضوع ديال الفيلم هو المطلقات. ما تبارك الله، هي راكم عارفينها، يا راه بروفيسيونيل، يا راه عندها غير زوج طلق زوج طلق زوج طلق بالسلامه. راه ماشي ستة ديال التطليقات، ستة ديال التزويجات. كاين غير زوج طلق، كاين زوج طلق، بحال كتبدل الصبابط ديالها. ايوا سيادي والله العظيم الا قتلتني بالضحك. واش نقول؟ ما نقول عن الجريدة 24، الجريدة 24. تطل الفنانة سعيدة شرف في عمل سينمائي جديد يحمل اسم مطلقات الدار بيضاء، حيث تخوض وللمرة الأولى في مسيرتها الفنية تجربة التمثيل. وشاركت المغنية المغربية في الفيلم السينمائي الذي تولى إخراجه محمد عهد بن سودا، من خلال تجسيدها دور البطولة إلى جانب كل من الممثلة مونيا المقيمل، بشرى أهريش، زينب عبيد، ونادية العلامي، أمل عيوش، إلى جانب عدد من الفنانين. وتدور قصة الفيلم حول نساء يختلفن في مهامهن ويجتمعن بمدينة الدار البيضاء التي ستنطلق منها رحلتهن، وسيعرض تفاصيل قصتهن وأحداث حياتهن بعد الطلاق، وكيف سيتعامل المجتمع مع وضعيتهن. يشار إلى أن القاعات السينمائية الوطنية ها انتم اخوتي، ما كذبتش عليكم، وباش تعرفوها بعد الدق والسكات، ها هي جلسات حتى خرجت في 24 وفي جريدة رسمية انه غيخرج في نوفمبر. ها نوفمبر ما بقى ليه والو، ها عيو ها هو صباح الحال، ما بقى والو، غادي تخرجوا الدق والسكات. اشويه حتى نشوفوها هي في مهرجان مراكش في طابي غوج، اشويه حتى نشوفوها هي في مهرجان اكادير تا هي. شكون قال؟ ايوا المهم الخوت، بلادنا ولاده تبارك الله بلادنا ولاده تبارك الله. ها انتم كل مره كتمثلينا وحده كتكون هنا تتلحن. شتي؟ ها ديك النهار جالسين نتناقضوا على دنيا باطمه علاش تدخل التمثيل، هي اختها جدهم للتمثيل واش لاحهم للتمثيل. هاي دابا حبيبتكم تا هي دازت للتمثيل، ونشوف واش تقول. المهم اللي قد على شي حاجه يديرها، حنايا ما شغلناش، هذيك حياتها الخاصه. مالا هي فاتي جمال يحسن منها؟ هادوك البنات ديال الانستغرام اللي عندهم صفحات مليونيه وها حتى كيوليو ممثلات احسن منها. انا قد على شي حاجه مرحبا بيه. ولكن متبقاوش تنتقدوا اللي بغيتو وتسكتوا على اللي بغيتو، راه كلهم بنات بلادنا كلهم مغربيات، واللي تبغيو لهاديك بغيو لهاديك عادي جدا. فبلا ما تبقاو تردوا الزمر تمر تمر زمر اللي بغيتو، اللي بغيتوها وحبيتوها كتزينوا لها كلشي، حتى حاجه ما كتعارضوها فيها. واللي مسكينه ما عندهاش معاكم الزهر، واللي ما عرف شنو دير معاكم، ما عندهاش معاكم الزهر، كتنزلوا عليها بالانتقادات بحال كي داروا للركراكي، بحال كي كيديروا للمنتخب الوطني. ملي كيربح طلعوا سابع سما، ومني كيخسر يبداو ما دارش، ما فعلش، ما تركش، ما عندوش خبره، احيدوه، اجيبوش. بحال هكاك دايرين المغاربه ديالنا، حنا راه معروفين. المهم اخواني اخواتي ما نطولش عليكم صراحه، ولا تبلوكاو لي الافكار مع هاد السيده. ما تنساوش التعاليق ديالكم، تفاعلوا معايا تحت في التعليقات،
وما تنساوش تدعموا القناة باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنحط في القناة. باي باي عليكم، أحبكم في الله.